عاجل: إلغاء فوز الهلال على العين بشكوى رسمية. تطور خطير وتوضيح قانوني. وليد الفراج يقسو على العين بمقدمة نارية. ينتزع لقبه المفضل ويمنحه إلى الهلال. سالم الدوسري مشتت ذهنيا. تصريح غير موفق من نجم الهلال. تصريح مثير من خيسوس عن سالم الدوسري. ماذا قال؟ سالم الدوسري يرد على الرأي العام السعودي بتصريحات حاسمة. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة منبر الهلال، فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. يستمر الحديث بشأن أزمة نظامية مشاركة نيمار الآسيوية ضد نادي العين مع فريقه الهلال السعودي. الهلال في ورطة بسبب مشاركة نيمار الآسيوية، وكان قد اعترض عدد من خبراء القانون على مشاركة نيمار غير المسجل فيه مع الهلال لدى الاتحاد السعودي هذا الموسم. وكتب القانوني أحمد الأمير تعليقا جديدا على الأزمة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي. وعلق الأمير: من الممكن أن يكون تم تسجيله استثنائيا ليكون اللاعب التاسع الأجنبي فوق الحد المسموح، أو أن مشاركته تمت بطريقة غير نظامية ويحق لنادي العين تقديم احتجاج ضد عدم أهلية مشاركته القانونية. لذلك لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي مطالبة بتوضيح كيفية تسجيله، وكذلك كيفية تسجيل اللاعب محمد آدم مع نادي الخليج ومن ثم الباطن كلاعب جديد وبدون طلب بطاقته الدولية، بالرغم من احتراف اللاعب في الدوري الأمريكي سابقا، وهو ما يعتبر مخالفة لأنظمة الفيفا. وفي حالة إشراك لاعب غير مسجل قد يتخذ الاتحاد الآسيوي وفقا للقوانين قرار باعتبار الهلال مهزوما أمام العين. عبر الإعلامي وليد الفراج من خلال برنامج أكشن مع وليد عن رأيه في مواجهة الهلال ضد العين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. الهلال هو الزعيم الحقيقي. وقال وليد الفراج أن الهلال والأهلي اليوم أظهر كل منهما الفارق الكبير بين الأندية السعودية وكبار القارة. وتابع: مع احترامي وتقديري، كثير من الأندية العربية تستخدم لقب الزعيم، ولكن الزعامة لا تتحمل إلا نادي واحد وهو الهلال. يكمل: الحقائق مؤلمة. لغة الأرقام والتاريخ لا يمكن أن تخفيفها. يحاولون أحيانا يفوز بعضهم أحيانا، ولكن الهلال هو الزعيم. فرض سالم الدوسري نفسه بقوة بعد الهاتريك الذي أحرزه مع الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا، ليرد اللاعب على الانتقادات الأخيرة بسلسلة من التصريحات. سالم الدوسري غير موفق بسبب تصريحاته. وعلق الإعلامي فلاح القحطاني عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مشيرا إلى الأخطاء التي ارتكبها سالم بتلك التصريحات. وكتب القحطاني: برأيي تصريح سالم الدوسري غير موفق إطلاقا، ويعطي رسالة بأن اللاعب ما زال مشتت ذهنيا. التصريح جاء بعد مباراة فريقه الهلال. ورده كان موجها لمن انتقدوا هبوط مستواه مع المنتخب وإضاعة ضربتي جزاء ساهمت في إضعاف حظوظ منتخبنا في التأهل. ركز يا سالم، ركز ولا تنجرف مع المتعصبين. أعرب خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال عن سعادته البالغة بالفوز العريض على نادي العين الإماراتي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال خيسوس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: أشركت نيمار بعد تقدمنا بالنتيجة، وكان هنالك مساحات ويحتاج إلى الإعداد بالمشاركة في المباريات من أجل الوصول إلى أعلى فورمة. وأضاف المدير الفني لنادي الهلال في تصريحاته مساء اليوم: سالم الدوسري هو أفضل لاعب في آسيا وساعدنا كثيرا بالحل الفردي. وأوضح خيسيوس أن قام بتغيير كاليدو كوليبالي حتى لا يتعرض للطرد في المباراة بسبب حصوله على إنذار مع بداية المباراة، لافتا إلى أن طرد البليهي غير من شكل الفريق. وفي ختام تصريحاته قال خيسيوس: مواجهة العين كانت صعبة، احتاجت مجهود بدني وذهني وتكتيك عالي. وانتهت المباراة التي جمعت بين الهلال ضد العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار الفريق السعودي ب5 أهداف مقابل 4 لصالح الفريق الإماراتي، حيث شهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين. الانتقادات التي تعرض لها عقب الإخفاقات الأخيرة التي عاشها مع المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير. سالم الدوسري يرد على الشارع السعودي. وتحدث سالم الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الذي تبع المواجهة المثيرة بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 5-4. وقال سالم الدوسري:
أنا لا ألعب من أجل إثبات أفضليتي على أحد، أنا ألعب من أجل الهلال. وتابع: أنا تفكيري داخل المستطيل الأخضر. ويواصل: أنا الحمد لله في الطريق الصحيح. ويستمر: لك الحق في الانتقاد، ولكن لا يحق لك التجريح. ويكمل: لو كنت أريد أن أثبت أنني الأفضل لن أفعل ما فعلته الآن. أنا تفكيري أن أخدم المجموعة والفريق كله.